صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في افضل حال. وصباح الخير طبعا، علشان انا كنت بصور الفيديو ده كده الساعه 6 الصبح. الفيديو بتاعي النهارده اول فيديو من النوع ده اقدمه كمحتوى عندي في القناه، او كمان ان انا اطلعه من مطبخي. الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله يكون معانا اطعام وجبات خير. حابة بس كده أشكر كل الناس اللي ساهمت معايا فيه، حتى لو بأي حاجة بسيطة. ربنا كده يجعله في ميزان حسناتهم جميعًا يا رب، اللهم آمين. كمان كنت حابة أقول لكم إن الإطعام إن شاء الله يبقى موجود عندنا دايمًا في المطبخ حتى بعد رمضان بإذن الله. ربنا يجعلنا كده سبب ولو بسيط في كده ضحكة ناس حوالينا أو جبر خاطر أي حد، وربنا يجعلنا دايمًا يا رب من الجابرين. طبعًا نصلّي على الرسول قبل أي حاجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهارده بيقول إيه. بجد أحلى فيديو عملناه كده وكنا فرحانين ومبسوطين بيه، وربنا كده يجعلنا دايمًا يا رب من المبسوطين اللهم آمين. الإطعام بتاعنا إن شاء الله النهارده هيكون سمك ورز صيادية وسلطة. معايا دول كانوا تقريبًا حوالي 10 كيلو من السمك متنضفين كويس جدًا، وكمان منقوعين في مَيّة وملح وليمون. أنا ما بانقعش السمك في أكتر من كده، مَيّة وملح وليمون. بعد كده بقى فلفل أحمر على أخضر على أصفر الموجود عندِك، جزرية كبيرة، 2 فلفل حامي لو بتحبيه حامي، وليمون وتوم. واضربي بقى الكلام الحلو ده كده كله في الكبة. تمام؟ فلفل على شطة على ليمون على جزر على توم. واضربي بقى الكلام الحلو ده، والناس اللي متابعاني عارفة إن أنا باضرب الليمون بقشره، بس أهم حاجة أشيل البذر. البهارات بتاعتي بقى فلفل أسمر، واللي جاي ده كده تحبيشة خلطة حلوة كده من الكزبرة والكمون والبابريكا والشطة، وكمان معلقة كبيرة كده هرمية من بهارات السمك. أنا من الناس بصراحة اللي باحب أزوّد الكزبرة والكمون في التتبيلة، فزوّدت كده كمان رشة من الكزبرة ورشة من الكمون. قلّبي بقى وشمي أحلى ريحة تتبيلة. كمان الخضرة بتاعتي أنا ما باحبش أفرمها في الكبة، باحب أفرمها على إيدي كده واضيفها في الآخر تفضل كده محتفظة بنكهتها. التتبيلة دي بقى معاكِ تنفع لسمك مقلي أو مشوي، وكمان لصينية، تنفع معاكِ لأي نوع سمك بتعمليه. قلّبي بقى وهاتي السمك بتاعِك كده وتبّليه كويس جدًا بالشكل ده كده. ما تسيبيش حتة في السمكية من غير ما تتبّليها. بصراحة برضه أنا من الناس اللي باحب أتبّل السمك ده كده وأركنه من بالليل للصبح، بس طبعًا علشان إحنا كنا مستعجلين، فأنا سِبته حوالي كده 3 أو 4 ساعات. تبّلته كويس جدًا بالشكل ده كده ورصيته على بعضه، وسِبته كنا أيوه حوالي كده 3 أو 4 ساعات، يعني كنت باصوّر حوالي الساعة 18:00 وسِبته بدأت فيه حوالي الساعة 21:00 كده أو 22:00. أنا باحب بصراحة أركنه كده يتشرّب من التتبيلة. فأنا هاتبّل السمك بتاعي كلّه بنفس الطريقة بالشكل ده كده، وزي ما قُلت لِك لو أنتِ مش مستعجلة بيّتيه ليلة عندِك في التلاجة مش هيجرى له أي حاجة. في البداية كده آسفة طبعًا عن الإضاءة، لإن يا دوب إحنا تبّلنا السمك والكهربا قطعت، فهنعمل رُز كده على ما الكهربا تيجي. أنا هاعمل 6 كيلو من الرُز قسمتهم على حلّتين. الحلة الأولى اللي قدّامي دي كده نزلت فيها بكوبايتين 2 من الزيت، و4 بصلات كبار متقطّعين، قلّبتهم كده لحد ما خدوا اللون البني الفاتح ده كده. نزلت عليهم ب5 طماطمايات متقطّعين صغيّر، نفس البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكزبرة وكمون وبابريكا وشوية من بهارات السمك. هاقلّبهم كده وهاسيبهم بقى لحد ما يتسبّكوا مع بعض. مجرد ما يتسبّكوا كانت ما شاء الله الكهربا جات. مجرد ما يتسبّكوا معايا بالشكل ده كده، دي الحلة زي ما قُلت لكم في كل حلة هاعمل 3 كيلو من الرز. رز مغسول ومتصفّي كويس جدًا بالشكل ده كده. هاقلّبه بقى واشوّحه كده إيه مع الخلطة بتاعتي دي كده. بعد كده هانزل عليه بالمَيّة المغلية، وزي ما اتفقنا رز يبقى مَيّة مغلية على طول. هاسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب كل السوائل اللي فيه، وبعد كده هاهدّي النار وهاسيبه لحد ما يستوي معايا. نفس الكلام هاعمله في الحلة التانية بالشكل ده كده. نسيب بقى الرز بتاعنا يستوي يالّا بينا على السمك. السمك بتاعي زي ما قُلت لكم سِبته حوالي 3 أو 4 ساعات كده في التتبيلة بتاعته، وبعد كده جِبت نُص كيلو من الدقيق، عليهم ربع كيلو من النشا قلّبتهم على بعض، وهاغلّف بيهم السمك بتاعي. بس كده دقيق ونشا ما فيش أي إضافات تانية. هغلّفي بقى السمك بتاعِك كلّه بالدقيق والنشا بالشكل ده كده، وبعد كده نيجي على القلية. طبعًا أنا هاعمل كمية كبيرة فمش هينفع أقلي في طاسة صغيرة، جِبت حاجة كبيرة. كمان معايا معلقتين أو 3 كده من تتبيلة السمك دوّبتهم في كوبايتين من المَيّة، وصفّيتهم كويس من الخضار مش عاوزة فيهم أي خضار، ونزلت بالسمكية بتاعتي في المَيّة وبعدين في الزيت. الخطوة دي مهمة جدًا هتفضل محافظة لِك على الزيت بتاعِك نضيف لحد آخر سمكاية. بعد ما تغلّفيه بالدقيق والنشا انزلي بيه بالمَيّة، وممكن على فكرة مَيّة من الحنفية عادية جدًا، بس أنا قُلت زيادة تطعيمة. وبعد كده تنزلي بالسمكية في المَيّة وبعدين في الزيت، وما تجيش ناحيتها خالص ولا تقلّبيها إلّا لمّا تاخد اللون الحلو اللي قدّامِك ده كده. مجرّد ما تاخد اللون الأحمر الحلو ده كده اقلبيها على الوش التاني. مجرّد ما تاخد معاكِ لون حلو بقى من الناحيتين، هترفعيها من الزيت، وطبعًا يُفضّل إنِّك ترفعيه في مصفى يصفّي الزيت الزيادة اللي فيه، وكمان يفضل كده محتفظ بقرمشته وما يطراش معاكِ.
هاكمّل بنفس الطريقة، بعد ما تغلّفيه بالدقيق والنشا هتنزلي بيه في أي مَيّة بقى سواء كان عندِك تتبيلة أو ما عندكيش، انزلي بيه في المَيّة وبعدين في الزيت، والخطوة دي زي ما قُلنا قبل كده بتحافظ على الزيت يفضل نضيف معاكِ بالشكل ده كده، وأي خضار ينزل من تتبيلة السمك شيليه أول بأول. خلّصنا الأكل بتاعنا كلّه بالشكل ده كده، دول حلّتين الرز، كل حلّة بألف هنا يا رب، فيها 3 كيلو وده السمك حاجة كده تفتح النِفس، وطبعًا رز وسمك يعني سلطة خضرا بألف هنا على قلوبهم يا رب. كنت حابة بس أتكلّم على حاجة يا ريت ما نهتمش أوي بإننا نزوّد عدد الوجبات قد ما إننا نزوّد كمية الأكل داخل الوجبة، يعني أنا ممكن أقلل عدد الوجبات بس أزوّد كمية الأكل، بحيث إنها تكون وجبة مشبعة، اللي ياخدها كده تشبعه وتكفّيه ويبقى كمان تفيض منه، ويا رب كده يجعلنا سبب ولو بسيط في إن إحنا نجبر بخاطر الناس اللي حوالينا ونفرّحهم بحاجة بسيطة زي دي كده، مستنية منكم بقى دعوة حلوة كده في الكومنتات، كمان كنت حابة أشكر برضه تاني الناس اللي شاركت معانا في الإطعام النهارده، وقبل أي حاجة طبعًا ما ننساش نصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زي ما أنتم شايفين كده الوجبة ما شاء الله اللهم بارك يا رب بألف هنا تشبعهم، الأكل بالشكل ده كده وربنا يجعله دايمًا يا رب في ميزان حسناتنا جميعًا، اللهم آمين يا رب.